السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم قناتكم قناة ربيعة فلاح. إن شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله وفي صحة جيدة بحول الله. وغنشوفوا إن شاء الله اليوم روتين اللي هو رائع، غتستافدوا منه بزاف بزاف. غنشارك معكم بزاف ديال الأفكار وبزاف ديال الحيل اللي غنشوفوها مع بعضنا، وكذلك غنشارك معكم هاد السلطة هذه اللي تيطلبوها مني العديد ديال البنات وكيجيني فيها تساؤلات اللي هي كثيره، غنجاوبكم ان شاء الله عليها وغنتشاركها معكم. وكذلك غنشوفوا كيفاش نحتفظوا بالحمص ديالنا وطون وكذلك مطيشه وبزاف ديال الاشياء اللي غتستافدوا منها. كيف قلت لكم في هذا الفيديو هذا، ما عليكم غير تخليكم معايا. واللي كيشوف القناه اول مره او لا كتصادفي القناه ديالنا، كنقول لكم مرحبا بك، انضموا لنا، فعلوا الجرس هكا باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. دائما كنحطوا الاشياء اللي نستافدوا منها كاملين وان شاء الله غتعجبكم. ونبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا. اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. غنبداو ان شاء الله هذا اللي كتشوفوا فيه نعناع. والنعناع وفليو، المهم ديك القيمه البراد كامله فيها النعناع، فيها فليو، فيها النعناع العبدي، فيها النعناع الفليوي، كل هذيك الاشياء هذيك كنشدها. دابا راه موجود تبارك الله، كنمشيو كناخذوا التخليطه وكنقيوها ونحطوها في الثلاجه، كتخسر لينا النص ديالها. هاد الطريقه هذه كتبقى عندي العام كامل وانا كنستافد منها. درت كميه اللي هي كبيره، كناخذ النعناع، كناخذ هذيك التخليطه كامله وكنقيها، ما كنحيدوش العراش، كنخليوها هكاك بالورق ديالها. ان شاء الله دابا نشاركها معكم في شي فيديو ان شاء الله بالتفصيل، الا بغيتوها خليوها ليا في التعاليق. كنجيبو كنغسلو كنخليه ينشف تماما. منين كينشف كنوضعهم فوق من واحد السربيته وكنخليه غير في الظل، ماشي الشمس، غير في الظل حدايا في الكوزينه في شي بلاصه، وكنخليوه حتى كيكرم، يعني تيبس مزيان حتى كيتجفف. وعاد كنجمعو كنحتفظوا فيه بهذيك القريعه الوقت اللي بغيناه كناخذوا. راه فيها حتى اللويزه، فيها كاع التخليطه كيف ما تنقولوا ديال البراد ديالنا، اولا تاخذوها كاغتسالات بحال هكا تشربوها، يعني كتكالمي الاعصاب وبزاف ديال الاشياء. ندوزو الحمص كذلك اللي دائما كنتشاركو معكم. الحمص دائما فيما كنجيب التقاديه ديالي ما كنضيعش الحمص اولا كنخليه يابس هكاك محطوط باش ما يخسرش ليا. كنشدوه كنغسلوه مزيان، كنقيوه نغسلوه وتنفزقوه، تنبيتوه ليله كامله. ومنين كنبيتو ليله كامله راه انا كنوضعو في البلاستيك اللي كنوضع في المجمد اولا في الاكياس ديال المجمد. الا ما عندكمش دائما كنشارك معكم هذوك الاكياس ديال المجمد، وهكا درت معكم في هذا الفيديو غير الكيس العادي ديال هما نيت، راه اكياس ديال المجمد ولكن ما فيهمش هذيك اللي كتسد من الفوق. كيس عادي هانتوما كتخرجوا، دائما كنخرجوا الهواء، كنضغطوا عليه باليد ديالنا حتى كيخرج الهواء، وعاد كتسدوا البلاستيكه ديالكم اولا الكيس ديالكم، راه تيبقى الاشياء اللي كتكون فيه لداخل راه كتبقى محافظه على الطراوه ديالها، وكذلك كيبقى مزيان. الطون حتى هو كذلك كناخذ انا، هذا كيتقام عليا انا اقتصادي احسن من اننا ناخذ دوك البواطات الصغيورين تيتقاموا عندنا غاليين في الثمن بزاف. كناخذو كنجيب هذا ديال 2 كيلو، تنظن 2 كيلو. كنهزو هذاك الزيت اللي كيكون من الفوق فقط. كنحاول نجيب قريعات هادو دائما انا كنعقمهم وتنحطهم، عاد كنستعملهم كيف يمكن لكم انكم تستعملوا حتى القراعيد الزاج الاخرين اللي ديال الطماطم المركزه اللي كنشريو المعلبات. كتشدوهم كتغسلوهم مزيان وكتعقموهم، تنديروهم في الماء غليان فيه واحد النقيطه ديال الخل. انا ديال الطريقه ديالي وتنخليهم يغلاو واحد تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنجبدهم وتنحطهم نحطوهم فوق من سربيته، كنخليوهم ينشفوا تماما، اولا لا ما نشفوش لنا كنعاودوا نشفوهم بواحد السربيته مزيان مزيان صافي. وكنعاود ندير فيهم واحد النقيطه ديال، انا غنشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو، غنشارك معكم كيفاش تعقموا القرعه ديالكم. صافي هنا كيف قلت لكم كنبدا نهز هذاك الزيت من الفوق وتنخويه هو الاول. بالنسبه لهاد الطون هذا فيه كميه كافيه ديال الزيت اللي غتقدنا. الا ما منين كتوضعوا الطون ديالكم في قريعات هكا وما تتكفيكمش، ما كتلقاوش داك الزيت طالع حتى للفوق مغطي الطون، كتكملوا بالزيت النباتيه، كتكملوا انكم تكملوا حتى الفوق، اما زيت نباتيه اولا زيت الزيتون اللي بغيتو نتوما. ويمكن لكم تنكهوا كيف سبق لي وتشاركتها معكم في الفيديو السابق، في فيديوهات اللي هما سابقين بزاف ديال المرات كنكههم. نوضع واحد الريس ديال الثومه
منقي واحد الورقه ديال سيدنا موسى اولا ورقه ديال الغار، وكنخليها واحد الفلفله سودانيه يابسه اللي تناخذو من عند العطار صافي، وكنسد عليه وكنخليه، كنزيد نغطيه كيف قلت لكم بزيت الزيتون هذا اللي تيكون منكه. اما هذا رانا فيه الزيت الكافي، راه ما زدت ليه حتى شي حاجه، وغنخليه كيف ما هو، ما غنكهوش هكا باش بعد المره الوليدات ما تيبغيوش هذيك النكهه. خليته كيف ما هو طبيعي، ما تيوقع به حتى شي حاجه، وتيبقى عندكم مده طويله في الثلاجه ديالكم. ما كتحتاجوش انكم اصلا تخشيوه في المجمد، ولا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد يمكن لكم انكم تخليو غير وحده اللي غتستخدموها والاخرين تتخشيوهم في المجمد. الوقت اللي بغيتو كتجبدوا وحده كتستعملوها، يعني صافي غير تستعملوها ديك الساعه، ما تبقاوش تعاودوا ترجعوها للثلاجه. ندوزو بالنسبه لي انا درتهم غير في الثلاجه الفوق، تيبقاو عندي الوقت اللي بغيت كنجبد وحده حتى كتسالي، وكنجبد وحده اخرى، يعني غير كيكونوا محكمين الاغلاق، يعني كيكون القريعه ديالنا مسدوده مزيان ما تيوقع بها حتى شي حاجه. هنايا بالنسبه لهاد القراعي هادو غنوضع فيهم مطيشه ديالنا. شتو كيف قلت لكم انا وضعتهم في الماء غليان لمده ديال 5 دقائق حتى غلاو مزيان، ونشفتهم مزيان، وضعت واحد القليل القطرات ديال الخل هكايا، ودوزتهم في القريعات كاملين. وهنا راه مطيشه ديالي كيف لاحظتوا راه هي هذه. ان شاء الله فيديو ان شاء الله مقبل غنوريكم كيفاش تحتفظوا بالمطيشه ديالكم صحيحه كيف ما هكا كيما شفتوا في هذا الفيديو هذا. ما بقاش لي صراحه المقطع تمسح ليا، كنت حطيته معكم تصورته عفوا، وما تمسح ليا ملي جيت نوضع المونتاج ما لقيتوش. ان شاء الله غنشاركوا معكم فيديو ان شاء الله قادم ان شاء الله بحول الله. كيف قلت لكم هنايا رانا وضعت القليل من الخل ودوزته في القراعي كاملين، وهذاك الخل اللي بقى ليا وضعته في هذاك البابيل، ومسحت به القرعه ديالنا من الفوق وذلك الغلاقه هكا باش كنتاكدوا ان القراعي ديالنا معقمين بطريقه اللي هي صحيحه. المطيشه ديالنا بالنسبه لهاد المطيشه هذه كتستعملوها في اللي بغيتو، يعني حيت كتكون عندنا صاينه منين كنبغيو نستعملوها في بيتزا راه تنزيد نكمل عليها بالحشو بالميكسور، وكتولي عندي صوص يعني مزيانه ديال بيتزا. بغيت نستعملها في الحريره، بغيتو تستعملوها في لاصوص بيتزا، بغيتو تصايبوا بيض ومطيشه، يعني اي حاجه بغيتو تستعملوا فيها هاد المطيشه هذه كتجي رائعه، ما تضيعوا فيها لا جلده لا حتى شي حاجه. ان شاء الله خليوها لي في التعليق وغنزيد نتشاركها معكم حتى هي فيديو قادم بحول الله. صافي هنا المطيشه ديالنا انايا غيكونوا غير جوج ديال القراعي هما اللي عمرت صافي، وكنعاود نمسح مره ثانيه عاوتاني بداك البابي اللي فيه هذاك نقيطه ديال الخل اللي وضعت صافي، وغنغطي عليهم. غنخلي ما كنعمروش القراعي ديالنا حتى الفوق، كيف يمكن لكم الطريقه هذه ديروها حتى في القراعي ديال اللي وريتكم في الاول ديال المعلبات اللي كنشريو، ديما ما عمركم ما تلوحوهم احتفظوا بهم اللي الغلاق ديالهم ديال القصدير اولا ديال الحديد. صافي هنايا ما تعمروهاش حتى الفوق، وزيدوا فوق على الوجه ديالها واحد شويه القليل من زيت الزيتون وصافي، وكنخليها غير في الثلاجه، ما كنحتاجوش اننا نوضعوها في المجمد. كنبداو نجبدوا القرعه ديالنا فيما استعملنا منها، كنحيدوا كيتحيد لينا داك الزيت، كنعاودوا نغطيو بطبقه ديال الزيت وكنرجعوها للثلاجه. صافي هنايا من بعد ما درت هاد التحضيرات هذا جا وقت الغداء، ونوجد معكم واحد الغداء اللي كنديرو انا ساهل، يعني في اخر لحظات وجدوها بالزربه غدا، اللي هو صراحه يعني مفيد بزاف بزاف، جميع الفيتامينات وجميع الاحتياجات ديال الجسم ديالنا في هاد الصحن هذا اللي غنوجدو معكم ان شاء الله. وهذا الشيء اللي تبقى ليا في الثلاجه استعملته، يعني ماشي ضروري هاد الاشياء هي اللي ديروا، تقدروا تزيدوا اكثر تقدروا تنقصوا على حسب المتوفر عندكم. انا بقات عندي هنايا خياره وحده كبيره، واحد جوج ديال المطيشات، واحد 4 ديال الخيزويات صغيورين راه ما كبارينش، واحد البربه اللي هي كبيره صافي، واحد البصيله وشويه د الخس. هنايا الخيار ديالنا كيف لاحظتوا كتحيدوا كتقطعوا منه ديك الزريعه، بطبيعه الحال كنا كنعرفوا نقيو الخيار وهكا وهاد الاشياء هذه. قطعت الخيار ديالي مربعات، وقطعت الخس حتى هو من بعد ما غسلت هاد الاشياء كلها مزيان. الخس دائما نغسلوه ونوضعوه في البانيو ديال الماء، كنوضعوا معاه في اخر غسله كنوضعوا معاه شويه ديال الخل باش كنقتلوا اي حاجه كاينه اولا كتحيد منه الحشرات وكلشي ديك الاشياء ديال اللي ما مزياناش كامله. عاد كنصفيه وكنقطعوه، اما كنقطعوه بالمقص اما تنقطعوه بالمقص تيجي احسن، كيجي التقطيعه ديالو مزيانه. صافي هنايا من بعد ما قطعت كلشي حطيته على جنب، دزت هنايا في الاثناء اللي انا كنت كنقطع فيها الخضره انا كنت واضعه الرز كيتسلق. من بعد ما تسلق تصفيته مزيان، زدت عليه الطون
بالنسبه للرز ديالنا درت ليه شويه الملحه وشويه ديال الزيت باش كيجيني مفرك هكايا وتيجي مزيان. وضعت ليه ملي كيكون كيطيب، ملي كان كيتسلق، وضعت زدت ضفت ليه هذاك الطون الميس او الذره معلبه، شويه ديال لدن فيمي قطعته، يمكن لكم تستعملوا كاشير او لا تستغناو كاع عليه في مره لما متوفرش عندكم. ودرت بالنسبه للزيت درت هذاك الزيت ديال الطون تيعطيه واحد النكهه غزاله، هذا الرز كيجي بنين. ضفت ليه الفلفل الاسود شويه ديال البزار والقليل من الخل او قطرات ديال الخل، كتبقى اختياريه. ومن بعد ما خلطت كلشي مزيان كنجيب هاد الزليفه هذه كيف كتلاحظوا وتنوضع فيها نضغطو مزيان في هذيك الزلافه ديالنا بالمعلقه كيف لاحظتوا في الاول. عاد كنقلب في الصحن ديال التقديم اللي غنحط نقدم فيه هاد السلطه ديالي. هنا خيزو انا حكيته بشكل اللي هو طولي في الحكاكه اللي غليظه، يمكن لكم تحكوه حتى ارق من هكايا، كيبقى لكم الاختيار. صافي. وهنايا الخس. بالنسبه للصحن ديالكم دائما تقسموه على حسب عدد الخضره اللي عندكم. انا عندي تقريبا شي 6 ديال الانواع. قسمته على 6، يعني نقسمو على 2 جهه نحطو فيها 3 وجهه نحطو فيها 3 هكا باش كنحطو داكشي متساوي. وبالنسبه للالوان نحطوهم شويه متباعدين على بعضياتهم، يعني باش كيجي داكشي الطبيصل ديالنا متناسق وتيجي كيشهي. كذلك هنايا انا سلقت البيض حتى هو وخليته هكا حتى برد، قطعته وحطيته على جنب حتى هو. كل هاد الاشياء وراها بالزربه. شوفوا هاد الصحن هذا دغيا كيوجد بسرعه وغزال، يعني خفيف ظريف بسرعه كتوجدي هاد الغديوه هادي. راه قاد تبارك الله هاد الصحن هذا راه قادنا ماشي غير غدا، تبارك الله ما شاء الله، يعني راه كيجي غزال غزال ومشبع، يعني طبق اللي هو مشبع ومفيد وكنلبيو جميع الاحتياجات ديال الجسم ديالنا او الطاقه ديالنا اليوميه. صافي. هنايا كيف لاحظتوا وضعت البصيله مشلضه، مطيشها مقطعه، خيار مقطع، الباربه محكوكه حتى هي. الباربه بالنسبه للباربه دائما كتسولوني واش الباربه مسلوقه ولا خضراء، انا هنايا حكيتها غير خضراء، دائما تنحكيها غير خضراء كتجي احسن من انكم تسلقوها عاد تحكوها. ويبقى لكم اختيار، اللي ما كيقدرش عليها خضراء تسلقوها عاد تحكوها. الخس مقطع، الخيزو محكوك، والبيض حتى هو مسلوق كيف لاحظتوا، راه قطعته وضعته في الجنب. وزينت في الوجه، زينت بالمايونيز. بالنسبه للمايونيز ما وضعتوش مباشره من القرعه، وضعته في بلاستيك اللي هو غذائي، وتقبو تقبه رقيقه غير بهذاك لي كوردون ديال السنان كتتكيه هكا في الجنب ديال ديك البلاستيكه، وهو اللي تيعطيك هذاك الخطوط الرقاقين اللي زينت بهم من الفوق باش ما كيجيش المايونيز مغطي لينا الشكل ديال الصحن ديالنا. وفات لي سبق لي وتشاركت معكم مايونيز منزلي ان شاء الله بزاف ديال الطرق، غنخليه لكم في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.